كرتون النهارده طبعا هيتكلم عن حفلة الهالوين. حفلة الهالوين بتحصل في آخر شهر أكتوبر من كل سنة، والولد ده والبنت دي كانوا رايحين يجهزوا للحفلة عشان هي تاني يوم في المدرسة. البنت كانت طبعا عارفة هتجيب ايه، لكن الولد بص على أسعار الهدوم قال أنا لا يمكن أعرف أجيب هدوم زي دي غالية جدا عليا. البنت جالها تليفون ومشيت، والولد قعد يفكر هو أنا ممكن أعمل ايه عشان يبقى معايا فلوس حاجة زي كده. أنا مش هعرف أحضر الحفلة، واعتذر للبنت وقال لها بصي انا لازم امشي، مش هقدر ان انا احضر معاكي الحفله. هي البنت قعدت تدور عليه، وهو طبعا كان بيحاول يهرب منها عشان ما يحرجش نفسه في حاجه زي دي. هي طبعا مشيت وراه وقالت له بص انا مش هسيبك، انت هتيجي الحفله يعني هتيجي الحفله. وخدته على لبس على محل اللبس وقالت له تعالى يلا هات الفلوس عشان نبتدي نعمل الحفله. لو مش معاك ما تقلقش انا معايا فلوس، انا هدفع لك فلوس اللبس بتاعك عشان انت مش معاك. هو طبعا كان محرج وكل الناس قعدت تضحك عليه. هو عمل ايه؟ قال خلاص انا عندي حل، انا هعمل اللبس بتاعي بنفسي. البنت قعدت تفكر هو يا ترى هو ممكن يعمل ايه، بس هو كان عنده فكرة. لف نفسه بورق المناديل وقال انا هبقى موميا، انا هبقى موميا تخوف كل الناس. والبنت كمان عملت ان هي كأنها شبح، وهما الاتنين قعدوا يحاولوا يخوفوا كل الناس، بس كان لبسهم مش عاجب حد لان هو مش غالي زي اللي هم جايبينه. طبعا كل الناس قعدت تروح عند البيوت عشان تلم فلوس، تلم التريتس او تلم الحلويات، لكن هما كانوا دايما يوصلوا متأخر. كل ما يروحوا بيت يكون البيت خلص الحلويات اللي عنده، يروح البيت اللي بعده برضه يبقى خلص الحلويات اللي عنده. كل ما يعدوا على حد يبقوا الناس التانية سبقتهم. هو مش لاقي حاجة يجيبها حلويات، والحلويات دي هو عامل حسابه ان هي هتكفيه شهر قدام. الست دي ما بقتش عندها حلويات هي كمان. الولد راح قالع هدوم الموميا وقال بقول لكم ايه، انا هرجع كده كأني عامل فيها شحات. وراح البيت ده، قالوا البيت ده بقى شكل عنده حلويات كتير، ده جميل جدا جدا جدا. ايه ده احنا ممكن ناخد منه كل الحلويات، بس شكله بيخوف شوية. الست دي قالت لهم تعالوا جوه انا عندي حلويات كتير، واغرتهم ان هم يخشوا جوه البيت عشان ياخدوا من الحلويات اللي عندها. وهوبا اول ما دخلوا راحت مديالهم اكل ومدياهم شرب ومدياهم كل حاجه. الولد كان مبسوط جدا لان هو بقاله كتير ما كلش، بس فجاه وقعوا على الارض. يا ترى هي الست حطلهم ايه في الاكل احنا ما نعرفش، بس هي اخدتهم وقالت لهم بصوا انا ده بيت رعب بجد، ده مش هالوين، ده مش حفله، انا هضربكم بالبتاع ده. يلا بينا. وراح قال يا ترى دي ناس ميتة بجد ولا ده تماثيل. راح رمى عليها التمثال ده وراح طلع يجري. الولد اتكعبل وقع والبنت كمان وقعت. هم مبقوش عارفين يعملوا ايه، عايزين يخرجوا من البيت بس هي قافلة بالمفتاح. قالوا خلاص الفاس اللي هي كانت ماسكاه ده احنا هنكسر بيه الباب. هي سمعت التخبيط راحت فاقت وقالت لهم بصوا انا مش هسيبكم في حالكم، انتوا لازم تتدمروا معايا. وبعدين راحوا حطوا قنبلة في الأرض وطلعوا يجروا على بره. البنت ما كانتش عارفة ايه اللي هيحصل وغرق عليها البيت كله. واضح ان دي أحلى حفلة هالوين في السنة، مفيش رعب أكتر من كده.